سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة المتابعين والذي بيتعرضوا أو يشاهدوا هذا الفيديو، طبعا علينا جميعا أنا أدعو الجميع الكل أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتفكروا حولهم، ينظروا ماذا يدور حولنا في هذا الكون. يعني هناك علامات ظهرت تنبئ، علامات من علامات يوم القيامة، من علامات قيام الساعة، علامات صغرى وعلامات كبرى والأمر كله بيد الله. لكن هناك دلائل يعني ما بنبصرها. جاء الارتفاع في المباني من الناس الذي كذا إلى آخره. وصلنا الآن إلى العلامات الكبرى: براكين، زلازل، صواعق وبروق تخطف الأبصار والدقدح أسر تأخذهم وبيوت تحرقها، صواعق رعدية حارقة، نار تقرح، حرائق تأخذ المدينة بما فيها، تأخذ المدينة بما فيها، بمنازلها بأهلها. أيضا فيضانات تأتي تضرش مدن. احنا بنشاهد الفتن والمحن والجوع والفقر والغناء الفاحش، المجون والسفور والأغاني والمغاني والمغنيين، ظهور يعني بعد الناس وقلة الحياء. فتجد فلان يظهر ومرته أو هو أخته أو هو بنته على وسائل التواصل الاجتماعي ويقول لكم يلا ادعمونا، سواء بيغني سواء بيغني سواء ما نشتري كيف. وهنا الكل بيقول لك عيب تصير مرقص داخل وسائل التواصل، المرقص والسفور والمجون ما هو الذي تخيلوا موجود هنا. فأنت عندما تدخل وقد بدأنا إلى مستقبل الأبناء يعني حديثا الغد، ماذا سيحدث؟ كنا في عهدنا القريب يعني من 25 سنة من أنه بيخافوا علينا الآباء أن نتعرض لمجلة معينة فيها قراءة معينة أو كتاب معين، وكانت الدولة تفحص الكتب التي تدخل إلى كل بلد عبر منافذها، ما تدخلش الكتب يوزعوها ويبيعوها هكذا سلب لي على طول، وهي كتب. والكتب هذا طبعا بالنادر مش الكل يشتريها. اليوم كل شيء بين يديك، كل شيء في يدك وفي يد كل واحد من أفراد الأسرة. إذا ما هو داعي نوصل إليه وقدك بسر شخص يقول هذه مرتي أو هذه بنتي ادعمونا وهذه كذا. وهنا يعني الأمر طبيعي، الأمر طبيعي. السفور والمغاني والعري والخلاعة والخلع هذا موجود. قلة الحياء عند الناس وعدم التصرف الصحيح، عدم التصرف الصحيح في كثير من المشاكل. يعني القفز على الواقع، عندما واحد يقفز على الواقع إلى أن يغلق الأبواب أمامه بينسى كل شيء، وبعدين يرجع يصطدم مع إدراك منين يخرج، لأنه بيأخذها القمر والواو. إذا ما هو الذي حولنا يدور؟ إحنا كيف عايشين؟ كيف عايشين إحنا؟ إلى أين؟ لعل يكتب لنا الله في هذه أجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا على قدر كبير ولنلتفت إلى ماذا يدور من فتن ومحن وفقر وتجويع وظلم ونهب على مستوى الكون، زلازل، حرائق، خراب، دمار، براكين. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والسلامة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.